تعرف ان التسويق ممكن يخسرك ما يكسبكش. زي ما سمعت كده، التسويق ممكن يخسرك لو عملت حاجة من الثلاث حاجات دول. لما تعمل حملة إعلانية من قبل ما تبدأ التسويق بتاعك وتبني ثقة ما بينك وما بين العميل. الناس بتشوفك أول مرة وما تعرفش انت مين، ما تعرفش التاريخ بتاعك ايه، يعني مفيش سبب يخليهم يشتروا منك أو يتعاملوا معاك. تاني حاجة، لما يبقى التسويق بتاعك مبني على مجرد كلام عادي: أفضل منتج، أفضل خدمة، أفضل سعر، نحن الوحيدون، الكلام اللي الناس زهقت منه وما بقاش يأثر معاها. وتالت حاجة، لما تبقى بتسوق لناس هي أصلا مش محتاجة المنتج أو الخدمة بتاعتك، فيبقى استهدافك للناس غلط. والنقطة التالتة دي ممكن تودينا لحاجة اسمها التسويق العكسي. طب هو يعني ايه تسويق عكسي؟ التسويق العكسي ده من اخطر الحاجات اللي ممكن اي حد يقع فيها. ان انت تسوق لفئة مش محتاجة لك، ان انت تجيب بلوجر او انفلونسر هو بيخاطب ناس او فئة غير ان انت بتخاطبها، او تجيب بلوجر او انفلونسر عليه بلبلة او عليه كلام مش كويس الناس مش بتحبه، وانت تجيبه لاجل فقط ان انت تعمل شو او الناس تبدأ تتكلم عليك حتى لو بالسلب مش بالايجاب. وللاسف اللي بيعتمد الاستراتيجية دي في التسويق بتاعه او في البيزنس بتاعه ممكن يكون لفترة صغيرة بيعلى او الناس بتتكلم عنه، ولكن سريعا بيقع جامد. وللأسف لو حاول يقوم تاني بنفس البراند بتاعه بنفس الاسم بتاعه غالبا ما بيعرفش، علشان الناس بتبقى عملت عليه اكس من الاخر، يعني ما بيحبوش يتعاملوا معاه. عشان كده دايما بنقول ان التسويق سلاح ذو حدين، ممكن يكسبك لو اتعمل صح وممكن يخسرك لو اتعمل غلط.